يا صباح الفل والياسمين على احلى متابعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده صحيت من الصبح بدري كده علشان اروح اطحن حبيت الغله اللي انا غربلتها معاكم المره اللي فاتت. رحنا بقى عند عم بلبل الراجل الطيب البركه دوت. بصراحه يعني راجل مش عايزه اقول لكم امير، لا ده قليل عليه. راجل كده بركه بتوع زمان كده، بيحب الخير للناس ويحب يدعي للناس وبيحب يخدم الناس، يعني ربنا يا رب يبارك لنا في عمره. بصوا ده الحجر الرحاية. كنت اول مره ادخل مطحنه زي كده، يعني اللي هي المكنه ديت اول مره اشوفها بصراحه معاكم. دوت حجر الرحاية اهو، انا بصوره وهو بيقول لي صوري الحجر من جوه، وهصور لكم كمان المكان اللي بنفضي فيه على طول ده. هي دلوقتي بتطحن ذره. الناس اللي قبلي كانوا بيطحنوا ذره، فهم حطوا الذره هنا، انا شايفاهم هم بيفضوا الذره. بعد ما يخلصوا الذره انا هطحن غله. هطحن غله بس اللي هو القمح، اللي هو حبايه القمح، حبوب القمح دي. بصوا بقى السير من تحت اهو ده شغال، وهنا بقى المكنه بتنزل من هنا الدقيق، بنحط الشكاره والطحين بقى ينزل زي يعني ده اسمه طحين اللي هو المطحون، جاي من مطحون. عباره عن دقيق زي ما انتم شايفين كده للدول العربيه، ده اسمه الطحين اللي انتم بتسموه طحين. ده عندنا احنا بنسميه دقيق. بصوا هو بيوريكم اهو ما شاء الله ناعم وجميل، يعني حاجه زي الفل. الراجل ده بصراحه يعني مره ابيض عنده رز، ومره اطحن عنده غله، ومرة هقول ايه تاني، بس نبتدي بس ايه، نتعامل معاه. لسه احنا جداد لسه في المكان، فان شاء الله باذن الله مش هيبقى اول تعامل معاه، وهنفضل رايحين جايين عليه على طول. وفي مثل بيقولك ايه، البيت اللي من غير دقيق حاله يضيق، وفعلا دي حقيقة. هنا معتمدين على الحبوب، دايما يزرعوا الحبوب كلها، كان بقى رز او غلة اللي هو القمح او ذرة، كل ده بيزرعوه بيخزنوه عندهم في بيوتهم في الارياف، يعني في الفلاحين وكده. ولما بيعوزوا بقى ايه دقيق زي كده يطحنوا، يعوزوا ياكلوا طيور، ياخدوا الذره يدشوها نص دشه كده، تبقى تشيشه زي ما بيقولوا، يعني الدشه اللي انتوا بتشتروها ديت للطيور. يعني كل حاجه هنا بيجيبوها هم، يعني ايه، بتبقى من مكانها، مش بيشتروها، لا بيكون طبعا من الاراضي بتاعتهم كده. طبعا الناس اللي ما عندهاش اراضي بتضطر ان هي في المواسم اللي زي كده بتشتري الحاجه دي وبتخزنها عندهم من بقيه الفلاحين. بصوا انا بفضي الغله اهو فوق اهو، دي الشكاره دي بتاعتنا. طبعا انا غربلتها معاكم في الفيديو اللي فات وظبطتها، بس انا اهي بفضيها اهو. هتنزل بقى ايه تحت، تبقى دقيق حاجه كده عظمه، عشان نبقى نخبز مع بعض شويه عيش كده، العيش الفلاحي بقى الحلو بتاعنا دوت، ونريحه مع بعض ونتعلم، انتوا تتعلموا وانا اتعلم معاكم برضو، احنا لسه بنتعلم مع بعض. خلاص كده الذره خلصت، هنخش بقى على الغله اللي هو القمح ده كده. دي غله بقى اللي هيتطحن ده. طبعا انا معرفش ازاي هو بيفصل ما بين ده ودوت، بس هو قال لي لا انا فصلت خلاص، دي الذره خلص خلاص، خلصت كده. ده كده اللي هينزل دي غله اهو. والله العظيم الراجل دوت بركه، يعني ربنا يطول لنا في عمره بصراحه يعني. بصوا نزل ازاي الدقيق، بسم الله ما شاء الله، حاجه زي العسل. كان اول مره اشوف كده. اه انا برضو ايه سبت الكاميرا كده وقلت بقى ايه اوريكم انا بقى دي عامل ازاي اهو. طبعا هنبقى ندخله مع بعض برضو ونريحه مع بعض ونعجنه كده يعني. كده احنا جبنا دي من الالف للياء زي ما بيقولوا. هنخبز الخبيز من الالف للياء. وادي المكنه من بعيد اهي، دي الطاحونه اول ما بنخش. كان اول مره اشوف حجر الرحايه، كان اول مره في حياتي يعني اشوف، كنت اسمع عنه كتير، اشوفه كمكنه يعني. حبيت بقى اشارككم يوم النهارده لما صحيت من بدري رحت عشان اطحن، وبعدين رحنا الغيط علشان نجيب شوية خضار كده، ونجيب شوية خس حلوين علشان نعمل بيهم شوية محشي. يعني اليوم كله قضيناه هنا وهنا علشان نجمع حاجاتنا من بره، وكلها حاجات بركة بصراحة بتبقى في البيت. يعني بصوا ما شاء الله شكارة الدقيقة اهي خلصناها. هنربطها بقى، بصوا عاملة ازاي، هنربطها بقى وافضل اسحب منها طول ما انا كل ما بخبز بسحب منها. ممكن بقى اخد مثلا اخد مقدار، مثلا لو هاخد 5 كيلو منها ولا 3 كيلو، بحط عليها 2 كيلو من الدقيق التاني اللي هو الدقيق الزيرو، او الدقيق الفاخر زي ما بيقولوا، او دقيق الفينو، ليه كذا مسمى يعني. ليه سامية بتحط ده على ده علشان التاني بيبقى ابيض بيفتح العيش قوي يعني، وكمان بيبقى فيه اللي هو ايه المطة دي،
فلما دوت بيبقى ايه طري قوي يعني عليا في الرح، فانا لسه بتعلم. خلاص بقى هم خدوه اهو، خدوه بقى وقال لي انا خلاص ده ابن عمي، قال لي انا هروح اوديهولك على البيت. قلت له خلاص روح كتر خير، انا هسبق انا على الغيط علشان اجيب بقيه الحاجات اللي انا ايه عايزاها. وهنا بقى سلمت على راجل البركه وقلت له عايز حاجه يا حاج؟ خلاص كده. هو قفا عم تقنعينه ام سيدي. امم بخر اللي قبل عفاف. هو دوت كرنب ولا ده ايه؟ ده كرنب نو ده كده كرنب. ده ولا ارنبيط؟ ده كرنب ده. بنحسبه قرنبيط. بلد لا كرنب بلد. هنبقى نيجي ناخد منك لما يكبر بقى. 10 15 يوم تلاقي لك. على خير. ودول كرار. زي الفل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. احنا عايزين خس حلو، عشان احنا عايزين ورقه حلوه كده عشان هنحشيه. احنا المفروض كنا نزلنا يا نشوى. امال ايه يا نشوى؟ استني انا امسكي كده يا نشوى، انت كده انزل انا من هنا. انا كنت هنزل في اسمها ايه دي؟ انايا. ده جيد. ايد. يا نشوى البتاعه دي بتشوك ليه بقى؟ خليها تشوك. هي دي يا لهوي، هي دي شجره ايه اللي بتشوك دي؟ دي تلاقيها سفندي ولا ليمون. سبحان الله. هو حاطط الشجر اللي بيشوك على الحرف عشان ما حدش ينزل. يا ست الكل احنا خلاص ماشيين اهو، ناخد بس خس كده حلو. صلى على النبي، صلاة النبي احسن. وريني يا بركة كده. المنجل اللي هتحشي. لا هتحشي. هناكل وهنحشي يعني الاثنين. اهم حاجه يبقى حلو. لا هدولك للحشي دي من عندنا. طيب. تسلم يا حاج. ماشي يوم. انت شيلي ده. ماشي. شراء وكرمة يا جماعة، شراء وكرمة عشان تعرفوا كل ده ب5 جنيه. عاوزين منك طلب بقى. الله يخليك يا شيخ. عاوز اقعد نعناع بس. ماشي. بتلمي ده على دي كده. ماشي يوم هنلم اهو. ايه كده؟ بصوا كل ده ب5 جنيه اهو. كل ده كده ب5 جنيه، بس طبعا هو مديني حبه هديه عشان احشيهم ورق، عشان احشيهم، ولما احشيهم بقى انتوا هتبقوا تشوفوهم. يلا يا نشوى.